السلام عليكم. هنحضر مع بعض اليوم حلا بارد كده سهل وسريع واقتصادي، واكيد مكوناته موجودة عندك في مطبخك ان شاء الله. ينفع في كل الاوقات، صيف وشتاء، وكمان داخل علينا رمضان، ربنا يبلغنا واياكم لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله. يبقى حلو كده بارد يرطب في السحور كده، والطعم مش قادرة اوصفه لكم، خطير وشكله كده حاجة متعوب عليها، على الرغم ان هو سهل وسريع. خلونا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ الوصفة. سمينا بسم الله اصحابي. هبدأ هنا هاخد كيس من الجيلو. انا هستخدم النهاردة جيلو مانجو حسب الفواكه اللي متوفرة عندك. انا عندي مانجو وعندي كيوي، فهشتغل بالمانجو وهشتغل بالكيوي. تقدروا تشتغلوا بالتفاح، بالموز، بالفراولة، بأي نوع، بالبرتقال، بالرمان، اي نوع متوفر عندك اشتغلي بيه. هنا بس في مشكلة عايزة اقول لكم عليها، عشان الجيلي اللي ايام هادي ما بقاش بيتماسك زي زمان. فلازم انا صراحة يا اما عندكم حلين عشان الطبقات تفضل محافظة على شكلها والجيلي يتماسك. يا اما تقللوا نسبة المية. باكو الجيلو بياخد 2 كوباية مية، حطي كوب الا ربع فقط. او تزودي قوة التماسك، تضيفي معلقة شاي هرمية من الجيلي السادة اللي هو بدون نكهة وبدون لون. أنا هنا صراحة أضفت، بس المقطع اتحذف مني فما وضحش في التصوير. ضفت معلقة شاي من الجيلو لأن أنا عملته واختربت عليا الطبقات وعدت الوصفة تاني، فعشان محدش يقع في نفس الغلطة وتبوظ منه الوصفة. يا إما هتقللي نسبة المية الكوباية إلا ربع، أو هتزودي معلقة شاي هرمية، وانا افضل تزودوا معلقة الشاي افضل. دوبته زي ما انتم شايفين كده، وضفت بس حوالي معلقة مية باردة عليها. هنا دي خطوة اختيارية عشان تديني شكل في القوالب بتاعتي. طبعا القوالب دي موجودة في كل مكان، انا صراحة بشتريها اونلاين من المواقع. وخدت معلقة في كل قالب عشان يديني شكل حلو كده زي ما شفتوه في اول الفيديو. هدخله يتماسك في التلاجة نص ساعة ساعة. انا حطيته في الفريزر صراحة عشان بسرعة، عشان كنت مستعجلة. هنعمل بقى الطبقة التانية. هنا يا اصحابي هنبدأ ب3 اكواب من الحليب او لتر من الحليب حسب عدد افراد الاسرة. المهم كل كوباية حليب هناخد لها معلقة نشا كبيرة تكون هرمية. ولو انت مثلا هتستخدمي 3 كوبايات او 4 كوبايات من الحليب، هتضيفي لهم معلقة كبيرة هرمية من الطحين او معلقتين ممسوحين. لا، الطحين بيديني قوام كريمي للمهلبية، وكمان لما بتبرد بتفضل محافظة على قوامها الكريمي، ما بتبقاش قطعة واحدة. والسكر حسب التحلية. وما تنسوش ان احنا معانا جيلو ومعانا فاكهة، فطبعا انتوا بقى توازنوا السكر حسب حريتكم. انا هنا هضيف معلقتين ل3 ملاعق كفاية جدا سكر عشان الحلا يبقى متوازن. هرفع كل المكونات، قلبناها كلها اول على البارد، هرفعها حتى يبدأ الخليط مع استمرار التحريك. وهنا في النهاية بس ضفت معلقة كبيرة من كريم شانتيه باودر، بيديلي طعم حلو جدا للحلا، وتقدروا تستغنوا عنها لو مش متوفرة. ممكن تضيفوا مكعب شوكولاتة، ممكن تضيفوا معلقة زبدة او سمنة، حاجة كده تخلي لك القوام برضو حلو. دخلت المهلبية بردت، واديتها معلقة تانية من فوق المهلبية وخليتها تبرد تاني. وعشان تشلي الفواكه، يعني المعلقة اللي خليناها فوق المهلبية دي بتعمل قاعدة عندك عشان الجيلو برضو ما يسربش للقاعدة اللي هي المهلبية البيضة، وتلاقي الجيلو ساح والطبقات اختلطت وبقى شكلها مش حلو. فانا بديكوا كل النصايح عشان يطلع معاكوا حلا سهل وسريع، ما تقعيش في الاخطاء اللي انا وقعت فيها او حصلت لي بسبب ان الجيلو خفيف فبتمتزج الطبقات مع بعض. هنا بعد ما حطيت المانجو قطعتها مكعبات. وهنا برضو في الكيوي عطيت معلقة فوق المهلبية وخليتها بردت، وحطيت الكيوي قطعته مكعبات. وبعدين برضو هضيف الجيلو بتاع هنا انا استخدمت جيلو ليمون، في ليمون اصفر وفي ليمون اخضر، فانا اخترت الاخضر عشان يتناسب مع الكيوي. وطبعا ممكن اللي مش متوفر عنده يستخدم الجيلي الساده ويجيب منكهات، يعني منكهات بتبقى موجوده عند محلات الحلواني. انا صراحه مش متوفر عندي مثلا، مش كل النكهات بتلاقيها في السوبر ماركت يعني. وهدخله بقى برضو التلاجة حتى يجمد. هياخد برضو، انا يعني عملته على يومين صراحه الحلا ده بعد ما خليته برد تماما. اهم حاجة بس هو انك تصبري على الجيلو ما بين كل طبقة او طبقة تبرد عشان ياخد راحته في التبريد. وكده بقى معاكم حلا. شايفين اللهم بارك، شايفين شكل الطبقات، والله حاجة كده تفتح النفس.
يبقى بارد حلو وعجبهم جدا في البيت، وقالوا لي كرريه مرة تانية. ان شاء الله يعجبكم وتتبسطوا عليه انتوا وحبايبكم. وان شاء الله الناس بقى الامارات اللي محطوش لايك وشير واشتراك وصلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام واستغفروا الله في التعليقات. ربنا يبلغنا واياكم رمضان لا فاقدين ولا مفقودين باذن الله تعالى. ومنتظرة تعليقاتكم، اي وصفة تحبوها هنعملها قريبا باذن الله. لايك وشير. السلام عليكم.